كوكو بونسوار. اليوم عيطينا جيتكم بهاد الوصفه تاع اليوم بيستاشيو بزاف هايل وبريزونطابل وبنين خلا. اول شي راح نبدا نحضروا. عندي 200 غرام تاع بيستاش. هذاك البيستاش تاعك دخليه للفرن في سنيوه، حطيه في الفور غير ينشف وفرات، يعني ما تخليش بزاف في الفور، جيست ما ينشف. هذاك البيستاش تاعك تخرجيه من الفور وترحيه في الاشوار. هنا كما راكم تشوفوا لازم هنا البيستاش تاعك حبيبتي لازم يترحى بيان. بعد ما يترحى لك البيستاش تاعك راح تعاوني بشويه تاع زيت. هنايا راح نضيف قيس 3 ملاعق كبار مملوئين تاع زيت ونكمل نرحي. يعني هنا الزيت تاعي راح نضيفه على دفعات. نضيف 3 ملاعق ونرحيه. هنا بان لي مازالوا شويه، زدت ضفت له ملعقتين واحده اخرين وعاود ترحيت بالاشوار. من بعد هنايا زدت عاود ضفت زوج واحد اخرين، يعني كامل الكميه دات لي واحد 7 6 مغارف تاع زيت. وانتي حبيبتي عينك ميزانك، يعني كي تعودي ترحي فيه كي توصلي لهذه النتيجه تحبسي زيت ما تزيديش خلاص. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما ترحى لي بيان ولا ليكيد بهذا الشكل راح نخليه اكوتي باش نخدم به الجاتو تاعنا. نروح هنايا للخطوه الثانيه، راح نروح نحضروا الكرومبل. هاد البنات هاد البسكوي يعني تحتاجيه بزاف لي غوسات تاعك في التحليات في كامل الوصفات. هنا واش راح ندير؟ عندي 100 غرام تاع طحين، 60 غرام تاع سكر و75 غرام تاع الزبده تاعك تكون بدرجه حراره الغرفه. واش راح ندير لها البنات؟ هنايا نخلط غير بالاصابع تاع يدي كيما راكم تشوفوا، يعني ما نلمهاش. ونضيف لها قسم ملعقه صغيره تاع الاكستري تاع الفاني. تقدري ديري ساشي تاع فاني بودر نورمال، يعني تستعملي انتي لاروم اللي تحبيها انتيا. هنا كيما راكم تشوفوا ما لميتهاش خليتها مفته كيما هكاكا ووزعتها من فوق السنيوه تاعك، يعني ما تدهنيها لا بزيت لا بزبده لا والو. نطرحها في السنيوه بهذا الشكل. من بعد هنايا راح نحاول نقرصها بيدي غير بالعقل برك وندخلها الفرن مسخن من قبل على 160 درجه. بعد ما تشوفي هذاك البسكويت تاعك حمار وخرج الحماره تاعو هذيك من تحت، طفي عليه النار وتخرجيه. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما البسكوي تاعي طاب يعني راح تحصلي على بسكوي مقرمش، راح يجيك شويه يابس، وهذا هو سر نجاحه يعني في القرمشه تاعو. واش راح ندير له هنايا؟ راح نفتو بهذه الطريقه، يعني تقدري هنا تستعيني بالاشوار. البسكويت تاعك تقدري ترحيه نورمال كيما راكم تشوفوا، ما ترحيوهش خلاص. هذا هو الحجم تاعو كيفاش يكون. واش راح ندير هنايا؟ بعد ما حضرت كل شيء راح نجي هنا نوزن المكونات تاعي. عندي قيس 100 غرام تاع كرومبل، وعندي هنايا 250 غرام تاع شوكولا بلون، ونحتاج هنايا مكسرات للتزيين. وهنا عندي 150 غرام بات بيستاش هذيك اللي ديجا خدمناها مع بعضنا. وهنا عندي الجلوكوز راح نخدم به المكسرات تاعي. واش راح ندير؟ اول شيء هنايا راح نجيب الجلوكوز تاعي ونحط فيه هذوك المكسرات تاعي، يعني استعملي دي المكسرات اللي توفروا عندك. الجلوكوز تاعك ديجا كنتي سخنتيه من قبل باش يساعدك في الخدمه كيما راكم تشوفوا هنايا. من بعد نجيب الشوكولا تاعي هذيك ذوبتها فوق حمام بخار، يعني هذيك الشوكولا تاعي ذوبتها فوق حمام مائي، وراح نضيف لها هذاك البات بيستاش والكرومبل ونخلطهم مع بعضهم كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. يعني الطريقه بزاف بسيطه البنات وسهله خلاص. من بعد بعد ما حطيت المكسرات تاعي بالجلوكوز نفرغ من فوقهم هذيك الشوكولا بهذه الطريقه. انتي حبيبتي تستعملي المول اللي حبيتي انتي. انا فضلت هذا المول يجي صغير شويه ويدير لك بزاف حبات. هنا بعد ما خليتهم كيما هكا راح نحطهم في الفريجيدار باش يشدوا رواحهم، يعني ما راحش يطولوا لكم بزاف، شويه هكا وتلقايهم جمدوا بهذه الطريقه. راح نديموا ليهم، شوفوا كيفاش الشكل تاعهم جاو هايلين البنات. هاد الوصفه ناجحه 100%. هنايا بعد ما كملت ديموليتهم ديجا لا بات سابلي تاعي كنت خدمتها من قبل. تستعملي اي بات سابلي معتمدتها تطبعيها بهذا الطابع شكل هذا الشكل اللي درتو انايا، ولا تحبي ديري شكل دائري كما حبيتي، وتلصقي الحبيبه تاعك بالشوكولا. من بعد هنايا نجيب ناكري في الدوغي وندير في الحواف بهذه الطريقه باش تجي لا فينيسيون تاعك باهيه وتجي الحبه فينيه بيان. نجيب هذاك الورق ذهبي ونحطه في الحواف، وعندي هاد لي فلوغ للتزيين. وهذه هي الشكل تاعنا في الاخير جاي يهبل. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما صورته في اضاءه مليحه جا هايل، باسكو لا فيديو كي صورته في الليل لا فينيسيون تاعو صورتها الصباح. يعني هذه هي الصوره الحقيقيه للوصفه تاعنا، جات بزاف هايله وجا بنين خلا البنات وبريزونطابل. اما البنه تاعو عالم ثاني. هذه وصفتنا لنهار اليوم. وصلنا لنهايه لا فيديو. اذا عجبكم ما تنساوش تخليوا لي جيم او كومنتار شباب كيما نتوما. ما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات والفيديوهات. انا ما لي غير نقول لكم اتهلاو في رواحتكم، الى فيديو مقبل ان شاء الله.